ازي حضرتك؟ ازيك يا سعداوي؟ عامل ايه؟ اخبارك انت ايه؟ ايه قصتك بقى يا عم غزولي؟ قصه طويله. انا احكي بس بدايه كده. الراجل ده ظهر كده فجاه، دخل على المعرض. مساء الخير، مساء النور، اؤمر حضرتك، انا عايز اجيب تربو وتربن موتوسيكل هيبوظ. انا الصراحه بامانه الله برضو عشان نبقى على نور، انا قلت تعبان في دماغه. والله بتكلم بجد، واحد جاي يهري وضيع وقتي، بس ايه، يلا مفيش مشكله ونكمل نشوف الموضوع ايه بالظبط. عايز اشتري موتوسيكل هيبوظه، جبنا له موتوسيكل هيبوظه. عايز اسيرته تبقى سليمه، جبنا له يا عم الموتوسيكل هيبوظه. وبقى لنا سنه حضرتك كده سنه ايه، نجيب حاجه التربو. مظبوط مظبوط. ده الموتوسيكل. خش بعد اذنك بالظبط على الموتوسيكل بس نشوف ايه الموتوسيكل. هو متفكك، دماغك بايشه يا غزولي قسما بالله. هيفهمنا دلوقتي. ده الموتوسيكل بعد ما اتفكك قطعه مسمار. ما عدتش عليها في حياتي اشوف اللقطه دي عشان نبقى على نور يعني. طيب كويس. ده اللي مطلوب. ايه بقى القصه؟ احكي لنا. بص، من زمان انا بحب الموتور سبورتس عامه، عربيات، موتوسيكلات. حبيت انا دايما لما بحب اعمل حاجه بحب اعملها مختلفه، ما بحبش اعمل كل حاجه اللي كل الناس بتعملها، وعشان كده جيت لك. هي مراتك موافقه على اللي انت بتعمله ده؟ اكيد لا. طيب ده اكيد. بس بتشجعني، هي مش موافقه بس بتشجعني، كتر خيرها يعني، تعمل دورها. ماشي. حبيت اعمل حاجه مختلفه، حاجه احنا اول مره نشوفها هنا في البلد، وحاجه نعملها. مبدئيا مفيش تربو اتعمل في مصر بايدي مصريه قبل كده خالص نهائيا، تماما خالص. ده اول واحد يتصمم بايدي مصريه، عقول مصريه، ويتنفذ على ارض مصر بايدي مصريه. ده كان داخل لي بكراسه وكلام وكاتب حاجات وانا الصراحه مش فاهم اي حاجه من اي حاجه. انا قلت انا مكمل مع المشوار ونشوف اخره هيودينا لفين. ادي اخر المشوار، او دي البدايه بتاعتنا واقعيا. احنا بقالنا، احنا قعدنا سنه، احنا من 7/2023 حضرتك بنعمل القصه دي. انا فاكر كويس جدا بالظبط كده. 7/23 انا سافرت امريكا بوش السلندر بتاع الموتوسيكل بتاعك، ورحت الاي بي اي عشان يعملوا البورت بوليش، ولا مش عارف انتوا كنتوا بتعملوا ايه، صح كده؟ نعمل الكلام ده. وبعد كده استلمنا الحاجه من الراجل بعديها بسنه، بعديها ب7 شهور. 7 شهور. 7 شهور، الناس ما بتهرجش. 7 شهور. 7 شهور عشان تجي لنا حاجه. ليه بقى بنعمل كل ده؟ ايوه. ليه بقى؟ ليه؟ اولا ان احنا بنعمل حاجه مختلفه تماما عن الموجود. احنا بنعمل حاجه متفصله على هدف معين احنا عايزينه، شويه اهداف كده، ودي حاجات البارتس بتاعتها او القطع اللي احنا محتاجينها عشانها مش هنلاقيها في السوق، مش هنلاقيها جاهزه. فلازم كل قطعه احنا بنحطها في الموتوسيكل وفي البيلد ده نعملها مخصوص لينا وطبقا للمواصفات اللي احنا عايزينها، بالتعاون طبعا مع ناس اساطير في المجال. يعني هنمشي بقى وهنبين الكلام ده. زي ما انتم شايفين الموتوسيكل احنا مفككينه حرفيا مسمار. يعني احنا الموتوسيكل كان ماشي وداير وكل حاجه. ده الموتور، دي اجزاء الرئيسيه بتاعت الموتور كلها. ده الكرانك كيس، ده السلندر هيد، دي البيلات او كونكتنج رودز، ده السلندر بلوك، وده القلب بتاع الفتيس. وده عندك ده كل اجزاء الفيرنج والاكسسوارز. وده الشاسيه، ده الشاسيه، ده العصب الرئيسي بتاع الموتوسيكل. ده شاسيه الديل، الضفيره، العداد، كنترول، مساعد، الثروتل بادز، صح، والاويل كولر، والسوينج ارم، والسوينج ارم الستوك. طب انت هو ليه تفك كله برضه؟ ليه تفك كله؟ خلينا نتكلم كلام شويه فنيات كده، الناس اللي بتفهم في المجالات دي بتحبها. يعني ليه بعد اذنك، ليه ما ركبناش تربو خلاص؟ ليه فكيت؟ ليه؟ هبسطها لك. انت لما بتروح الجيم تقدر تخش تشيل 100 كيلو بنش مره واحده؟ لا، هاخد وقت يعني كده. هتاخد وقت، ماشي، وهتقوي العضله، ماشي، لازم تبقى قويه كفايه، ماشي، عشان تشيل الحمل اللي انت عايزه، ماشي. ده اللي احنا بنعمله. الموتوسيكل في حاله الستوك مش هيشيل، مش هيستحمل الاحمال اللي احنا عايزينها منه. احنا هناخد حاجه حالتها الستوك المفروض ان هي ليها قدره معينه، هنوصلها لحته تانية خالص. ماشي. احنا لو مش مستعدين ومش مصممين ومش حاطين اجزاء تستحمل الاحمال دي، هتتكسر منك بكل بساطه، هتبوظ. اول ما هتيجي تجري، اول ما هتيجي تعمل حاجه، هتبوظ منك. الموتور هيرزع بلغه السوق، جنزير هيتكسر او يتقطم، سوينج ارم هيتكسر، حاجات كتير ممكن تحصل. وده اللي بيخلينا نضطر نفكك كل مسمار في الموتوسيكل. احنا عايزين نضمن ان كل مسمار راكب، حتى مسامير الفيرنج اللي مركبه الفبر، قويه كفايه ان هي تفضل ماسكاها على السرعات اللي احنا عايزين نوصل لها، او على الظروف اللي احنا عايزين نشغل الموتوسيكل فيها. اوكي. ده السبب اللي المنظر اللي انت شايفه دلوقتي. احنا فكينا كل مسمار في الموتوسيكل.
خدنا كل القطع اللي احنا عايزين نعمل لها ابجريد او نعلي من كفاءتها، رفعناها لمستوى احنا عارفينه يعني مصممينه مع ناس بقى لهم في المجال ده اكتر من 30 و35 و40 سنه. اوكي. عشان نوصل لنقطه في الاخر ان الموتوسيكل ده هيبقى حقق 3 اهداف رئيسيه اللي احنا عايزينها. اولا انا كنت عايز الموتوسيكل ده يبقى من اقوى الموتوسيكلات في المنطقه، مش في مصر، في المنطقه ونركز عليه في المنطقه يا جماعه. انا نازل احط انا هعمل الحاجه يبقى اعملها صح. انا نازل احط على طول. ماشي. الحاجه الثانيه الموتوسيكل ده يبقى ريلايبل او اعتماديته كافيه ان انت تقدر تركبه اي يوم في اي وقت على كم القوه الجباره، على كم القوه الجباره اللي عندك هتطلع منه بالظبط كده. واهم حاجه انه في نهايه المطاف هتقدر تسرفسه او تصينه او تاخد بالك منه على ارض مصر بطريقه سليمه وكويسه وكل حاجه. اوكي. فعشان نوصل للنقط دي الموضوع ده مش سهل. سهل اجيب لك موتوسيكل اطلع منه باور عاليه جدا بس ما اخدش منه ريلايبيلتي او اعتماديه. سهل اجيب لك موتوسيكل اخد منه اعتماديه بس ما اقدرش اخد منه باور عاليه قوي. صعب قوي اعمل كل ده مع بعض. ده كان هدفنا في اللي احنا بنعمله ده كله. ماشي. عايزين نعرف بقى ايه الحاجات الستوك او الاوريجينال اللي في الموتوسيكل اللي دماغك سوحتك وغيرها او هنغيرها. طب ما انا اقلب لك سؤال واخليه لك اسهل شويه عشان اديك الاجابه السريعه للقصه دي. ماشي. واقول لك احنا ايه اللي هنخليه من الموتوسيكل الستوك اصلا. احنا جبنا دي برضو اجزاء من الموتور صح؟ دي اجزاء كلها من الموتور، كامات وش زيت وش دبرياج مارش، وده الفيلوسيتي ستاكس. دي اجزاء الكلاتش عندك. انا مش عارف انتوا ازاي جالكم قلب تعملوا اللي انتوا عاملينه ده قسما بالله. واثقين من اللي احنا بنعمله؟ احنا هيجي لنا قلب ازاي؟ اصل خلي بالك دي مش عارف يا مش عارف. ماشي. طيب هنوصل للقصص دي بقى. خلينا بس نخش ايه على الحاجات اللي جوه دي. انا عايز افهم بس ايه الكلام ده. ده ايه ده؟ ده سيلندر هيد. هتقول لي طب ما انت عندك سيلندر هيد اولا ده حبيبك ده ليك قصه معاه. هو ده اللي انا وديته؟ ده اللي انت وديته. كان بنفس الشكل ده؟ لا طبعا. امال هم عملوا فيه ايه؟ عملوا حاجات كتير قوي فيه. هقول لك انا بقى عملوا فيه ايه. بص يا سعداوي السلندر هيد ده راح في حاجات. انا عايز اعرف انا ليه خدت سلندر هيد معايا في طياره وشلته على قلبك وسافرت امريكا وضربت مشوار 2.5 ولا 3 ورحت اديته الراجل. انا بقول لك الله يرحمه بيقول له الله يرحمه يا عم اتوفى خلاص. ريحه بقه كانت بصل وفي كلب لابرادور قاعد جنبه وهم 10 كلهم اللي كانوا شغالين في اي دي. تمام. وبعدين بيقول لي هتستلم كمان 3 4 5 شهور. بقول له ليه يا عم؟ بالظبط. الراجل قال لي عاجبك مش عاجبك ودي لحد تاني بكل برود وبكل تناكه واذا كان عاجبك عمل طيب. ايه بقى هو حضرته؟ هقول لك اولا ليه اي بي اي؟ يعني خلينا نقول برضو نفهم الناس ليه احنا جرينا ورا الناس دي وبقينا عايزين الحاجه دي تتعمل عندهم. ماشي. اي بي اي دي اكبر او من اكبر الشركات في العالم المتخصصه في الماشيننج والبارتس الخاصه بالعربيات وموتوسيكلات السباقات عاليه الاداء، مش السباقات العاديه كمان. ماشي. عاليه الاداء. الناس دي بقى لهم اكتر من 40 سنه في الشغل تقريبا، وهم وصلوا لدرجه من المهنيه والحرفه انهم حافظين كل حاجه بتحصل والمشاكل اللي بتحصل مع الموتوسيكلات والعربيات اللي بتخش السباقات اللي زي دي وازاي نتفاداها. دي حاجه. كان في تراك فعلا وراهم، كان في صور كتيره متعلقه مش عارف جاب سرعه كام و100 كيلو في الساعه وفي كام ثانيه الناس دي عاملين شغالين مع الناس او مع الفرق اللي عملت الموتوسيكلات اللي كسرت الارقام القياسيه للسرعه الارضيه. يعني في موتوسيكلات هم ليهم بارتس فيها وكومبوننتس او قطع بتجري في الصحراء وبتطلع بالظبط كده. ده في امريكا بالظبط كده. وصلت سرعات طبعا اعلى بكتير كمان من اللي احنا بنتكلم فيه ده. أوكي. فالناس دي وصلوا لقمه التكنولوجيا في حته التصنيع والاجزاء اللي بتتحط والمشاكل اللي بتحصل وازاي نتفاداها والكلام ده كله. احنا لينا علاقه معاهم والناس عارفينهم وعارفيننا، وبالتالي احنا قلنا ان لازم الناس دي اللي تعمل لنا القطعه دي من ضمن القطعه اللي أيوة احنا عمل ايه. انا عايز اعرف عمل ايه. هو ظاهريا ممكن نعرف خد كام في القصه دي بس الاول بعد اذنك. يعني بس ما تتكسفش. خد كتير يا عم قول ما تتكسفش. خد كتير. نسال بس عادي مش هنتكلم حاجه ثانيه. مش هنقول اسعار حاجه بس قول بس خد كام. دي يعني انت على حظك انت بتسال على واحده من اغلى القطع على فكره يا عم. طب قول. ده لوحده داخل في حوالي $3000 واستنيت 7 شهور عشان خدت دوري عندهم. عمل ايه؟ هو بياخد السلندر الهيد الستوك بتاع الموتوسيكل العادي. ماشي. تقريبا بيرميه في الزباله كله. بيفكوا كل حاجه من المصنع يعني منه. انت في حاجات في اجزاء داخليه للسلندر هيد، في حاجات اجزاء داخليه منها الصبابات الفالفز، منها الفالف سيتس، منها الفالف جايدز. ده متغير. كل ده متغير. اوكي. السوست طيب انا قصدي هل السلندر نفسه بالبلدي كده اتعمل فيه شغل خراطه زي ما بنقول كده في مصر؟
في خراطه اتعملت، في ماشيننج مش خراطه يا عم ماشيننج. لا ما هو ماشين، ما هي الخراطه اصل دي يعني حاجه واللي اتعمل فيه حاجه تانية، بس في طبعا يا عم خرط وسع، دخل ووسع ونظف ولمع البلدي عشان بس نفهم مع بعضينا بالظبط كده. هو دخل ووسع فتحات معينه ونظف حاجات تانية. الكلام ده ما كانش يتعمل هنا؟ لا لسببين. النو هاو بتاعتها لسه مش موجوده بالظبط كده. احنا المكن ممكن تلاقيه، النو هاو لا، النو هاو مش موجوده. نو هاو لا، وهي الغلطه بفوره، الغلطه فورا، الغلطه كل ده هيترمي في الزباله حرفيا. هتاخد القطعه دي بقت حته حديد مالهاش لازمه. الغلطه في اي حاجه من الحاجات دي بفورة. اتعملت غلط بفورا الموضوع كله في الزباله. هترمي كل اللي انت بتعمله، لان القطعه اللي بتبوظ بوظ حاجات حواليها كتير قوي. اوكي. فعشان كده نرجع للسبب، لازم نطمن كله مسمار مظبوط. بس اتعمل فيه حاجات كتير جدا عشان يوصل للسبيكس اللي احنا عايزينها، لان ده من اهم الاجزاء عندنا. ده الجزء الرئيسي اللي بيتحكم في الاير فلو او الهواء اللي داخل واللي خارج من الموتور. ماشي. فلازم نطمن ان هو 100% مظبوط. اوكي. ليه بقى؟ عشان الحاجات اللي جنبه دي. ايه بقى اللي جنبه؟ ايه اللي جنبه؟ طبعا دي من ضمن المسامير اللي في الموتور، تمام؟ المسامير اللي عندنا برضو جايه من شركه مخصوصه ARP. اي حد بيعدل في عربيات عارف ان الشركه دي من احسن الشركات، يمكن احسن شركه في العالم، متخصصه في المسامير بس. هي ما بيشتغلوش غير في المسامير اساسا. أوكي. وبنجيب منهم لان المسامير بتاعتهم الجريد بتاعها اعلى ومتصممه على مواصفات اعلى بكتير من المسامير الستوك. ماشي. تاني احنا عايزين الكلام ده عشان نوصل لمستوى اعلى بكتير من اللي طالع من المصنع. ماشي. الستيرنج دامبر انت مغيره؟ انا مغيره طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ السرعات اللي بنمشي عليها، او بمعنى اصح اللي يهمنا الاكسلريشن على الطرق المصريه، التسارع بتاعنا على نوعيه الطرق المصريه. الستيرنج دامبر الستوك اللي في الهايابوزا مش هيكون مناسب لينا، عايزين نقدر نتحكم فيه بصوره احسن. الستوك مش هنعرف نعمل فيه الكلام ده، اضطرينا نغيره من شركه اولنز. برضو ده بمواصفه معينه احنا محتاجينها عشان نعرف نمشي على الطرق المصريه بتاعتنا هنا. وانت بتقدر تتحكم في الدامبنج بتاعه. ده ليه ظبط نقدر نتحكم فيه، ده ادجستبل مش ثابت من المصنع. ماشي. تمام. ماشي. طبعا ان احنا نمشي بسرعه دي حاجه، وان احنا نقدر نقف دي حاجه تانية. هتلاقي عندك حتى شويه الحاجات اللي هيقف في الاخر. هيقف. ها؟ امال احنا جايبين كل الكلام البريمبو ده ليه؟ هنشوف البريمبو ده ايه ده يا باشا بعد اذنك. دي البيستنز، دي من الحاجات الحلوه اللي الواحد. هي الستوك موجوده؟ الستوك موجوده، اجيبها لك. اجيبها لك. بس هي اكيد بص الستوك هتلاقيها سوداء وحالتها نفس الحجم بتاعت الستوك. في اختلافات بسيطه كده، يعني فيها اختلافات بسيطه، بس هي اصل الاختلاف مش بس في الحجم، الاختلاف في حاجات تانية يعني. طب ايه بقى الشركه؟ شركه ووزنر او فوزنر لو احنا هنتكلم، دي الشركه الاقوى، خلينا نقول الاقوى في حته في بالذات في الموتوسيكلات الهايبوزا، اللي بتعمل الانترنال بارتس بتاعت الموتور، اللي بتعمل بيستنز، بتعمل سلندر بلوك اللي انت شايفها ورا دي، ابجريدد طبعا عن المواصفه العاديه. يعني دي كلها حاجات عاليه الاداء، سلندر هيد وسلندر بلوك وسلندر بلوك، وبيعملوا حاجات تانية. بس احنا احتاجنا دول منهم، الناس دي جبنا الحاجات دي منهم لان هم دول احسن ناس بتعمل الحاجات دي. والله العظيم دماغكم سواحات. اقسم بالله. طلعوا بس دي برضه مش هطلع يا عم حاجه، مش هسعى لحد بارقام، انا فاهم. يا عم فداك. سلندر اصلا. قفل يا عم، انا مش فاهم الكلام ده. قفل. انت مغير الموتور كله يا انا مغير كل حاجه. مغيرين الموتور كله. ما عشان كده لما سالتني ايه اللي انت هتسيبه من بايك وايه اللي هتخليه، قلت لك اجاوب عليك الاجابه الاسهل. ايه اللي هخليه؟ ماشي. وجايب طنابير بريمبو. جايب طنابير بريمبو بتاعه الهايبوزا الفيس ليفت، او يعني من السنين الاخيره في الجين 2 كانت اوريدي بتنزل معاها، بس دي السبيكس بتاعتها اعلى شويه من العاديه، والتيول بتاعتها عشان نقدر نقف. برضه في الاخر انت بتقول الموتوسيكل ده هيقف، لازم نعرف نوقفه. عشان كده عملنا ابجريد للبريكنج سيستم من ضمن اجزائه دي، وده مش الابجريد الوحيد اللي اتعمل فيه. ايوه اشوفه بقى، اول مره اشوف حياتي. ده اول مره تشوفه في حياتك، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. ده التربو. ها؟ ده التربو. دي العصفوره. دي العصفوره. لف ما يهمكش. ده التربو. ده التربو. ده التربو بالاكزوست مانيفولد بتاعه. ده الجزء الرئيسي اللي احنا بنعمل كل ده عشان. ايه بقى الشيء اللي هناك ده؟ اقول لك حاجه، ده بلو اوف فالف. اي حد راكب عربيه تربو او بيتعامل مع تربوهات بيعرف ان الجزء ده جزء رئيسي عندنا. ميد ان يو اس اي. كل حاجه هنا عندنا. ده يعني نوعه ايه؟ تيل ده ماركه معروفه جدا للاجزاء دي. ماشي. برضه من احسن الماركات اللي بتعملها. والتربو ده نوعه ايه؟ التربو ده جارت تربو. جارت تربو. في انواع كتير ولا؟ في انواع كتير، في شركات كتير، بس اللي احنا بنحب نتعامل معاهم او التوب في المجال هم جارت وبريسيجن تربوس. ده جارت تربو. انا اعرف دي الصراحه. اقدم ناس في المجال. ده كده البلو اوف فالف. تمام. هتلاقي واحد شبهه كده عندك في الاكزوست، ده الويست جيت. ده بيركب على الاكزوست عندنا في مكانه كده. طيب وده الشكمان؟ ده الشكمان اللي خارج من التربو لبره، وده اللي من ويست جيت لبره. برضه زي اكنه الشكمان، تكمله الشكمان.
وجايب برضو تيال بريمبو جديده. تيال بريمبو جديده ماشي. ده بيرنج بتاع ايه؟ ده البيرنج بتاع تريبل تري او بيرنج الرقبه، رمان بيلي الرقبه. ده بيرنج جنوط. ده بيرنج جنوط ورا قدام، ستراب عشان ما يرفعش طبعا. انا اشك الكلام ده هيجيب نتيجه، اشك الصراحه. هتشوف بقى. ماشي. دي بلوك اوف. ده بوست بلوك اوف. العدادات عندنا هنا 3 عدادات رئيسيين اللي بتهمنا. البريشر جيج اللي هي البوست بمعنى اصح، الاويل بريشر، والاير تو فيول ريشيو الاي اف ار. تمام. ده بنحب دايما نبقى عينينا عليهم فبنركبهم. في جيجز ثانيه مش موجوده دلوقتي. ده سوينج ارم. ده سوينج ارم جديد مختلف عن الثاني تماما. الستوك تماما مختلف في كل حاجه عن الثاني. بالانشاء مختلف بالانشاءات، مختلف في الديزاين، مختلف في الاحمال اللي بيشيلها، في ان هو ادجستبل. دي ادجستبل ممكن تقرب وتبعد. اقرب وبعد. دي المفروض ان هي اللي هيشوفها يقول بتاعه نايتروس. حلو. هي مش نايتروس. هل تحب تقول هي بتاعت ايه؟ طيب نحب نقول ونوضح حاجه صغيره. الاستخدام عندنا اللي احنا هنعمله في حاجات تانية غير اللي احنا هنقولها، بس الاستخدام الرئيسي دي بيبقى في الاير شيفتر. احنا ليه بنحتاج اير شيفتر في وما هو الاير شيفتر؟ ما هو الاير شيفتر؟ انت في الوضع الطبيعي في الموتوسيكلات انت اللي بينقل، بيدوس دبرياج، بيرفع النقله لفوق او لتحت، او كويك شيفتر من غير دبرياج، في النهايه انت بتنقل برجلك. ماشي. طيب الكلام ده بيستغرق جزء من الثانيه او ثانيه في الوضع الطبيعي. ماشي. في الموتوسيكلات العاديه. موتوسيكلات التربو عشان الريسبونس بتاعها سريع جدا، الاداء بتاعها عالي جدا، الجزء من الثانيه ده بيأثر معانا في الاداء. مش هتلحق تنقل اصلا. ولو نقلت الموتوسيكل نفسه هيهدى وهيقطع، والموضوع هيقل معاك في البرفورمانس او في الاداء. الحل ايه؟ الحل ان هو ينقل لوحده، يبقى موتوسيكل اوتوماتيك بينقل لوحده. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ اللي هو دوس على الزرار بالظبط كده. صح. وفي حاجه ثانيه احنا ممكن نعمله ان هو ينقل لوحده اوتوماتيك عند ار بي ام بالظبط كده معين، يوصل لار بي ام معين بكونديشنز معينه احنا بنبقى حاطينها، هو لوحده بيروح واخد كويك شيفت العادي، بس بيفصل ويشتغل عن طريق دي. انا شوك في الكلام اللي انت بتقوله ده، خلي بالك ما عداش عليا قبل كده. ما عداش عليك بس نجربه يمكن يطلع صح. ماشي. ايه قصه الديل، او ليه اصلا الديل بيتغير؟ يعني هيفرق معانا في ايه؟ طيب هو في العادي ما بيفرقش قوي، بس احنا كان لينا سبب برضه لتغييره. الديل ده اكبر من الطبيعي، ده مش الستوك. ايوه انا بشوف في ديول بتبقى طويله قوي كده. بالظبط. احنا مش برضه مش محتاجين كل الطول ده بيبقى في حاجه اسمها دراج بايكس. احنا الموتوسيكل بتفرق في ايه؟ اولا بيبقى تانك البنزين اصلا بيبقى في الديل وفي الحاجات دي ساعات، يعني احنا ما بيبقاش تانك البنزين في مكانه الطبيعي. في الكترونكس كتير بنضطر نرحلها لورا عشان ما عندناش مكان ليها قدام، فالديل بيشيل معانا حاجات كتير. بالظبط كده. احنا محتاجين نشيل فيه كومبوننتس معينه، الحجم الطبيعي بتاع الديل الطبيعي مش هيكفيها. فاحنا جبنا ديل اكبر من العادي عشان نعرف نحطها في الحجم الزياده. طيب كل الديول اللي انا شفتها في حياتي مقفوله. جميل. انت دماغك مسوحاك ان انت تعمل موتوسيكل هيبوظه. بالظبط كده. تربو وفي كرسي ورا وتركب حد وراك. بالظبط كده. ليه نعمل حاجه العاديه ما دام ممكن نعمل حاجه ما حدش عملها؟ احنا من الاهداف ان احنا نركب 2 على الموتوسيكل ده بطريقه عاديه جدا ويركبوه اكنه موتوسيكل هيبوظ عادي جدا. مين الاثنين المجانين اللي هيركبوا على الموتوسيكل يا عم غزولي ويمشوا بالتربو العجيب اللي انت لما تقابلهم بقول لي استيج كام ده ولا لا؟ ده احنا عدينا مرحله. احنا هنقول ارقام في القصه دي ولا مش هنقول ارقام؟ هنقول رينجات. رينجات بس احنا ارقامنا كلها هنأكدها على ارض الواقع ما تقلقش. انا مش عارف، فاكر مواتير وفاكر. طب قول لي رينج ارقام ايه؟ ارقام عندنا كتير قوي. كم حصان؟ يعني هيروح لكم حصان؟ طيب هيروح لكم حصان؟ خلينا نقول انه مرتاح. يا عم خلينا بالمينيمم يا عم. فوق 300. فوق 300 حصان. طب هيفرق يعني الاتش 2؟ ما انا تجربتي كلها هيفرق يعني. حلو، سؤال جميل. الاتش 2 موتوسيكل من المصنع هو فورست اندكشن بس سوبر تشارجد. ماشي. السوبر تشارجر يفرق شويه عن التربو تشارجر في الاداء. يفرق في ايه؟ ان السوبر تشارجر اسرع في الاستجابه. تمام. الاثنين بيوصلوا لنا ضغط الهواء جوه الموتور اعلى من الطبيعي، اعلى من الضغط الجوي، ولكن السوبر تشارجر اسرع في الاستجابه بس ليه ليميتيشنز، ليه عيوب بتحكمه. تمام. التربو تشارجر العكس. السوبر تشارجر بيستهلك جزء من طاقه الموتور عشان يدور اصلا، فانت في جزء مهدر في الموتور كده هيحصل. ماشي. التربو تشارجر بياخد طاقه كانت مهدره بيعيد استخدامها، ده بصوره مبسطه جدا. في اختلاف في الاداء ما بينهم. احنا بالنسبه لنا في الابلكيشن او في تطبيق الهايابوزا بالذات الاكثر اعتماديه واللي الناس جربته اكتر وتعلموا من مشاكله اكتر بكتير هو التربو تشارجر مش السوبر تشارجر. في بوزات
سوبر تشارجد، بس لاسباب معينه احنا ما اخترناش السكه دي خالص. احنا اخترنا التربو تشارجر عشان سقفنا يبقى مفتوح، حلو. مش عايزين نحط سقف. بالبلدي هيفرق ايه عن الاتش 2؟ هيفرق بالبلدي انا بقول لك بالبلدي هيطلع منه. متاكد من اللي انت بتقوله؟ هيطلع منه، ولو ما طلعش خلاص هيطلع من اي اتش 2 هزولي. هيطلع من اي يعني تعالى تقول اتش 2 دلوقتي معمول له انتركولر وتروسبل شارج جميل، اللي هو اسمها ستيج 3 دي وي سي يو فلاش وكامات الاتش 2 ار جميل. هيطلع ونسيت سوينج ار كمان يا عم. هيطلع وهنصور الفيديو وهو بيطلع. انا اشك في الكلام ده، خلي بالك. خلاص تعالى نشوف الفيديو لما يتعمل. انا اشك في الكلام ده. ماشي. طيب اصل انا بس هقول لك نقطه. قول لي. الاتش 2 بالنسبه لي لما بسوقه، ما هو برضو مرعب. طبيعي. جميل. طبيعي. ما هو الاقوى منه هيتسيطر عليه ازاي؟ هقول لك بقى. يعني هي النقطه في السيطره. جميل. ازاي هيتسيطر عليه؟ ده من الاسئله اللي احنا كان لازم نجاوب عليها قبل ما نحط تربو في الموتوسيكل. مظبوط. لازم. جزء منها السوينج ارم اللي انت شايفه هناك، ده مهم بالنسبه لنا. الموضوع ده مش مساله شكل ولا منظر ولا حاجه، ده ليه هدف اساسي ان نقدر نسيطر على الموتوسيكل اندر فول بوست، يعني وانا فاتح الموتوسيكل على اخره. ماشي. تمام. وفي اجزاء تانية احنا جايبينها هدفها الرئيسي النقطه دي، ان الموتوسيكل يفضل اندر كنترول في كل حالاته، حتى في اعلى حالات الاداء بتاعته. اوكي. الفرامل ليها عامل طبعا برضو في الموضوع ده. احنا مش بنفكر بس ان احنا نعمل هورس باور عالي او اديك رقم هورس باور بغض النظر اطلعه لك على داين ولا على طريق، لا انا بفكر ازاي اديك ماشين تديك اعلى اداء بامن طريقه ممكنه. ماشي. على الطرق المصريه الجميله بتاعتنا، ده اللي مطلوب. جميله الصراحه. جميله. بس هي جميله بجد، عشان بس هي جميله بجد طبعا. يعني لا هي جميله بجد. في طريق السخنه وطريق السويس في عالمي. في ناس من دول عربيه ودول اجنبيه بتبعت لي ايه الطرق دي، الكلام ده فين بالظبط. وده من الاسباب اللي احنا فكرنا نعمل منها البروجكت اللي انت شايفه ده كله. احنا عايزين ندخل الصناعه دي في مصر. التارجت بقى، التارجت من الهلك ده كله اللي يمكن اي واحد ممكن يكون يشوفه يقول ايه، انا الناس دي بتعمل كده ليه؟ انا اقول لك بس اسف كده من الاخر، يعني ايه، قرشين محيرينه وبيرميهم وخلاص. طبيعي. التارجت بقى ورا كل الفلوس اللي بتتصرف، ورا كل الوقت اللي بيضيع ده، ورا كل الصداع اللي احنا فيه ده سنه ونص اكتر. التارجت منه ايه؟ التارجت منه اللي احنا بنعمله ده ليه صناعات بره وبتقعد بالشهور في السنه بره. الجو عندهم ما بيسمحش الناس دي تعمل الكلام ده معظم السنه، احنا عندنا يسمح السنه كلها. ده بيزنس داير وقائم بره بيدخل كميه فلوس رهيبه. انت شفت على ايدك الا وهو الدراج ريسنج، الرولينج دراج ريسنج والستاند ستيل دراج ريسنج والكورتر مايل ريسنج. على اساس الكلام ده في ورك شوبس، في مصنعين وفي اجزاء وفي حاجات بتتكسر وتتبني وفي ناس شغاله وعماله شغاله وعماله فنيه ماهره. الكلام ده كله احنا نفسنا نشوفه في مصر، نفسنا نشوفه على ارض مصر بايدي مصريه. نتمنى والله ان شاء الله. نتمنى تكون البدايه. ده هدفنا، ان احنا الكلام ده نقدر نشوفه هنا بصفه مستمره على ارض مصريه بصوره تشرفنا وتشرف مصر في وسط المنطقه والعالم كله. الحاجات دي لما الناس بتطلع بيها بتحقق ارقام قياسيه او بيعملوا حاجات محدش عملها، المصنعين بتوعها نفسهم بيجي يقول لك ابعت لي سكرين شوت وريني الريكورد احطه عندي. الناس اللي بره حتى واحنا بنطلب بارتس معينه مظبوط كانوا بيسالونا. انا بقول لك انا شفت صور الناس دي هم متعلقه في المحلات دي حقيقه. ان شاء الله صورنا تبقى معاهم في يوم من الايام. طيب ايه جي وركس بقى؟ فهمنا. جي وركس ذا فورتس اوف سيفتي ذا انجن اوف ثريلز. طيب عايزين نقول حاجه تانية برضو. انا مش مجرد بس واحد عايز يعمل موتوسيكل واطلع اجري بيه والكلام الجميل اللي الناس كتير بتحبه وتنبسط بيه، بس انا عندي هدف اكبر من ده شويه. انا عندي هدف ان شاء الله الموتوسيكل ده ما يبقاش الوحيد في مصر، ولا واحد ولا اتنين، يبقى فيه 10 و20 و30 و100 موتوسيكل منه، ويبقى فيه كوميونتي كامل من الناس اللي عندهم الحاجات دي وبنطلع بنستخدمها بالطريقه السليمه المظبوطه اللي بتخلينا ننبسط ونحس الاحاسيس الجميله اللي بنحسها لما بنركب موتوسيكلات، ولكن بصوره مسؤوله. عشان نعمل ده بعد ما نبني الموتوسيكل هنعمل ايه؟ هو احنا هنجيب بعد ما نخلصه ونطلع نجري طرق على اي حد؟ بعد ما اطرق على الناس هتركنه ولا هيبوظ؟ طب وبعدين الناس هتشوف. انا عايز من ده بالظبط. انا عايز من ده. احنا هنا عايزين نقفل الدايره دي كامله. احنا هدفنا ان في الاخر نبقى احنا موجودين في مصر. انا عايز من ده وتكستمايز لكل حد عايز مزبوط. حاجه على كيفه. مظبوط. واللي بيكستمايز يبقى حد فاهم، واللي بينستول الكلام ده يبقى حد فاهم وعنده خبره. فانت خدت الريسك
بتاع القصه دي كلها لوحدك، بتجرب في نفسك الاول. بالظبط. مظبوط كده. بالظبط كده. طيب بعد ما الموتوسيكل يخلص ايه الخطه اللي هتتعمل؟ ايه الخطه اللي هتعمل؟ احنا ان شاء الله ربنا يقدرنا ونخلص الموتوسيكل ونطلع متوقع يخلص خلال قد ايه؟ النهارده 2/10. 2/10. ادي لنفسك مساحه، يعني قول شهر ونص. شهر ونص. طبعا عشان تخلص القصه دي. طبعا. يعني احنا كده سنه هتبقى 8 شهور. سنه و8 شهور. و8 شهور بالظبط، عشان تعمل بروجكت واحد او تعمل بيلد واحد. جزء من ده ان احنا حصل تعطيلات في السكه كانت خارجه عن ارادتنا، ولكن معظم الوقت ده بسبب السبلايرز اللي بنتعامل معاهم او الناس اللي بنجيب منهم المنتجات اللي احنا محتاجينها. لان اللي انا فاهمه هو بيصنع لك حاجات انت طالبها مخصوص. بيصنعوا لنا حاجات طالبينها مخصوص، وبيبعت لك حاجه اسمها بيلد شيت، هو اللي انت طالبه ده انا اعمله لك واهو. لان مفيش حاجتين زي بعض. احنا هدفنا في الاخر انا مفيش موتوسيكلين يبقوا زي بعض على ارض مصر في الكاتيجوري دي او في الفئه دي. ليه؟ لان كل واحد دماغه غير التاني، زي ما احنا شخصياتنا مختلفه لازم الموتوسيكلات اللي بنركبها دي تبقى مختلفه وليها سكك كتير قوي. انا نفذت البروجكت ده لدماغي انا، ممكن انت تيجي تعمل بروجكت تاني زيه بدماغك انت، اللي اكيد ان مفيش اتنين هيبقوا زي بعض خالص. وده سبب ان احنا بنتكلم ان دي صناعه كبيره وراها ناس كتير جدا بتشتغل. ما لو الحاجه زي بعض ناس كتير ممكن تعملها. ما فيش حاجتين زي بعض. الناس اللي بتحب مجال العربيات يعرفوا مثلا حاجه اسمها منصوري، ما فيش عربيتين منصوري زي بعض. مظبوط. احنا بنعمل حاجه زيها في البايكس، سواء في البرفورمانس او في الشكل او في الاداء او في الهدف اللي انت عايزه من البايك بتاعك. ده الهدف الحقيقي لينا هنا. احنا نفسنا نبدا الصناعه دي في مصر بالايدي المصريه وبالامكانيات بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله. ان شاء الله. انتظرونا يا جماعه ان شاء الله. ان شاء الله. او باقوى موتوسيكل هيمشي على الاراضي المصريه ان شاء الله. واللي قلبه جايبه يجي ويجيب حبايبه. بالظبط. السلام عليكم.